بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد عبد الله، أطيب خلق الله. أيها الإخوة، موضوع القضاء والقدر، نستمر في موضوع القضاء والقدر. اختلف فيه الناس كثيرا، وهو أمر بسيط جدا. شرحه تحت قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. إذن الله تعالى في هذه الحياة خلق من كل شيء زوجين اثنين. خلق من الكلمة ومضادها أو عكسها. الإنسان خلقه كل شيء زوجين في جسمه كامل. الإنسان إذا أراد أن يخلق شيئا لازم يخلقه من شيئين أو 4 أشياء أو 8 أشياء زوجية. لا يوجد شيء فردي في هذه الحياة كاملة، في السماوات، في الأرض، وفي الأرض، وفي كل مكان. لا يستطيع أي إنسان في أي صناعة، في أي مهنة في العالم، في الذكاء الاصطناعي، في الجوالات، في البرمجة، في السيارات الكهربائية، الكهرومغناطيسية، البترولية، الغازية، كل شيء. مكونات السيارة جزئين، مكونات الطيارة جزئين، مكونات كل شيء في الحياة. وما يخرج الإنسان من باطن الأرض كذلك من شيئين. ماذا نستنتج من هذا؟ نستنتج أن الله تعالى عندما قدر أقدارنا وأرزاقنا وأعمارنا وحياتنا ومصيرنا في هذه الحياة، خيرنا في الحياة الدنيا بين شيئين. هذا قدر الله في اللوح المحفوظ، مقدر أن تفعل وأن لا تفعل. إذا فعلت هذا جزاؤك، وإن لم تفعل هذا نصيبك فقط. قدر لك أن تكون غنيا وقدر لك أن تكون فقيرا، وأنت في الحياة الدنيا مخير. إذا كنت غنيا ستحصل هذه الأشياء، وإن كنت فقيرا ستحصل هذه الأشياء. فلهذا الله خيرك في الدنيا بأن تكون إما غنيا أو فقيرا، وأنزل رزقه في السماوات والأرض. كل شيء تسعى إليه أنت تبحث عن رزقك، فأنت مسؤول عن رزقك، أنت مسؤول عن غناك، أنت مسؤول عن جاهك، أنت مسؤول عن وظيفتك، أنت مسؤول عن كل شيء تعمله في الحياة الدنيا، مسؤول عن عبادتك. عن الله لا يتدخل في شيء. ليش؟ لأنه أنزل كل شيء في الحياة الدنيا. أنزل هدايتك وأسبابها، أنزل ضلالك وأسبابها، أنزل غناك وأسبابها، أنزل فقرك وأسبابه، أنزل كل شيء. أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. فأنت مسؤول عن نفسك، وأنت مسؤول عن حياتك. هذا هو قدر الله، هذا هو قضاء الله وقدر الله. لذا لا نستطيع أن نسأل لماذا الله تعالى لا يتدخل لنصرة أهلنا في غزة وفي فلسطين عامة. 100 سنة وهو يختبرهم. يقولون اختبار 100 سنة، يختبر جيل كامل. الله تعالى يختبر جيل كامل من الفلسطين 100 سنة، يختبرهم بإسرائيل من قبل أن يولد الطفل وينشأ جاء ولدا، ثم جاء يعني طفلا، ثم ولدا، ثم شابا، ثم كبيرا في السن، ويختبره طول حياته. متى ينصره؟ لا، الله تعالى قال: وأنت من قبل أن تخلق، قال: أنا أنزلت لكم أسباب النصر أيها المسلمين، أيها العرب، أيها الفلسطين وجيرانهم، أنزلت لكم أسباب النصر، وأنزلت لكم أسباب الهزيمة. أنتم اخترتم أسباب الهزيمة، وعلى رأس هؤلاء القادة العرب. أنزل لهم أسباب النصر ولم يستخدموها إلى اليوم، ويستطيعون الآن أن يتلافوا الموجود ويصنعون منه إعجازا رغم التفوق الأمريكي الإسرائيلي الغربي. غير نستطيع أن نتحد، أن نعتصم جميعا كأمة عربية، كأمة مسلمة، كعالم إنساني متحضر ضد البغي، القهر، الظلم. ونحن الآن في حالة إيران. في حالة إيران على كل المسلمين يعتصموا ويساعدوا إيران، كل العرب، كل العالم الإسلامي، كل العالم الإنساني، أن ينصروا الإيرانيين على أمريكا وإسرائيل. لا يقول لما لنا دخل، لا لنا دخل ونصف. يجب مقاطعتها اقتصاديا، مقاطعة الدولار، حتى لا نحاربها بالسلاح، مقاطعتها نهائيا، وسحب سفراء نهائيا، وتغيير العملات بغير الدولار، لكي توقف الحرب الهمجية على الإيرانيين بأي حق. من هي؟ ليست ملكة العالم ولا خلقت العالم. هم مجموعة
مجموعة من الأوروبيين والأفارقة والآسيويين والعرب، هذه هي أمريكا، مجموعة من كل العالم، من كل الكرة الأرضية، ليس عرق خاص ولا جنس خاص ولا شيء. سلام.